السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم مشاهدة المصرية. صاحبة شهدي كده طلبت مني تورتاية، خالته ممكن تعملي لي تورتاية على عيد ميلادي؟ قلت لها حاضر يا حبيبتي، من عيني الاتنين. وحبيت اصورها لكم برضو، ان انا اوريكم اي بنت تعرف تعملها. المقادير اللي انتوا شايفينها دي انا هعمل منها 3 صواني، بدل ما انت تقعدي تقسمي الكيكه وممكن تقطع منك. في بنات بتغلب في الموضوع ده، فانت تعمليها بالطريقه دي، طريقه سهله. اول حاجه خالص حطيت بيضتين فانيليا، كوبايه سكر بودره، معلقه محسن كيك مش مليانه اهي، محسن الكيك اللي انا وريتهولكم، الكيس اللبني ده كله مع بعضه كده، مفيش حاجه صعبه. تضربيها بالمضرب. طبعا اول ما هتشوفيها كده بالطريقه دي دلوقتي هتقولي ازاي هتبقى كريمه. لا، هتبقى كريمه، وانا مش هفصل معاكم الفيديو، همشي معاكم خطوه خطوه اهو لغايه ما تبقى زي الكريمه بالظبط، وهوريكم شكلها ازاي. هعمل منها 3 صواني عشان هتبقى واطيه طبعا، فنحطهم على فوق بعض كده ال3 طبقات. هتعمل تورتيه جميله معانا زي ما انتوا شفتوها في المقدمه كده اهو، حلوه خالص. فرحي جوزك، فرحي اولادك، واعملي لك تورتيه بالطريقه دي. 6 بيضات كده سهلين. في البيض الغالي ده طبعا مش هتوزي لك 20 بيضه ولا 15 بيضه، ده 6 بيضات هتعمل لك تورتيه حلوه بحجم حلو اهي. ابتدت تفتح معانا الكيكه، شفت لونها ازاي فاتحه، ولسه هتتخن معايا زي الكريمه بالظبط عشان تبقى هشه طريه خالص، مش بتحمل اي حاجه. وانا طبعا لازم بستخدم الورق الزبده، بيساعدني طبعا كتير. اتفرج الفيديو للاخر وانت هتفهمي منه، هترتاحي وهتعملي طريقه التورته بسهله وبسيطه خالص. اي بنت اي حد هيعرف يعملها لو بيغلب في التورتايه. مفيش حاجة تغلب عنينا بإذن الله. انت لو عملت الحاجة حتى لو كده برضو بتطلع شكلها حلو. فنني وخططي من دماغك اهي. عملت زي الكريمة ازاي. وادي الدقيق كوباية، مج زي دي. المج ده انا حاطة منه سكر برضو، نفس القصة في الاول، نفس المقدار الدقيق نفس مقدار السكر، بعمل بنفس الكوباية بالمضرب، ونضرب الدقيق كده شوية بشوية اهي. ما تكتريش عن كوباية، كوباية واحدة بس اللي هو الدقيق. دقيق عادي مش دقيق سبونج، ده دقيق عادي خالص، دقيق فينو. اللي هو بتاع اي انواع كيكة او اي مخبوزات. اهو بالطريقة دي سهلة خالص خالص، اي واحدة بتتغلب فيها هتعملها. انا اهو دهن الصينية زيت او سمن، وبحط فوقيها ورقة الزبدة، وبفضي الكيكة بالشكل ده، بحطها في الفرن. بعمل منها 3 صواني. انا معايا صينيتين حجم واحد زي بعض، شكل واحد، مقاس واحد يعني. بعملها، وباجي التالتة بطلع منها الكيك بالورقة كده بتاعت الزبدة، بحطها في صينية تاني اهي. ادي الكيكة اهو، بيبقى لونها فاتح كده اهو، هي بسرعة بتستوي، مش بتاخد وقت خالص في الفرن. عاملة زي النايتي كده اهو، خالص طرية. قاعدة نضرب الكريمة، نجهز حشة التورتة اللي احنا طبعا هنديها شكل بيها، وحسب ذوقك واختيارك انت في الزينة. عايزة تحطي فاكهة، عايزة تحطي اي حاجة اعمليها بالشكل اللي يعجبك انت عليك الاختيار وبراحتك. انا بحط شوية مية كده اهو في حلة، شوية صغيرين عشان ما يغطوش ما يجيش في الطبق يروحوا على الشوكولاتة. طبعا مية عشان ما تبوظش على البخار، المية كده اهو. بس في الحلة ما تحطش مية كتير. وحطيت الطبق جواهم كده على البخار، الشوكولاتة تفك او تسيح يعني اهو بالشكل ده. لو عندك ميكروويف برضو سيحها جوا الميكروويف، بس طبعا ما عندهوش ما يصعبش على نفسه حاجة. زي ما قلت لكم باي حاجة عندكم اعملوها، مش ضروري طبق جزاز، اي طبق حطيه على بخار زي كده وسيح الشوكولاتة
حطيت من الكريمة اللي انا ضربتها الكريم شانتيه، حطيت منها معلقتين و3. بتضطر الشوكولاتة معايا اهو بالشكل ده، هيبقى قوامها حلو. كانت في ايدي الموبايل معرفتش اقلب، طبعا قلبتهم ورجعت لكم تاني. ادي قوام الشوكولاتة، هحطها في كيس بتاع تلاجة عادي خالص. اهو حطيتها في الكيس، جوا الكوباية كانت الكيس، فضيتهم كده اهو الشوكولاتة. بوريكم الكيس في اي صينية عندك طبعا، عشان هيك جيراني صاحبة شهر فعملتها لها. ممكن برضه تجيبي اللي هي الكرتونة المقعد ده اللي بيتحط للتورتة، مش غالي يعني، ده هو ب8 جنيه. بس احنا ايه مشينا وقتنا دلوقتي بأي حاجة تقطع معاكي، بتلمي في الكريم ومش بتظهر خالص. الصينية دي معايا شوية حمرت اهو بالشكل ده، السايس كده الورق الزبدة اهو كله ده كانش طلع من الصينية معاكي، دي بتطلع بسهولة برضو. حطيت لها كريمة كده اهو، دريت كل القطع اللي هي فيها كله بيتدارى في الكريمة اهو. دي الورق الزبدة كانت مقطع معايا، لميته في صينية واحدة برضو عادي، مبرميش حاجة اهو بالشكل ده. اشوف طريقة وهشة ازاي الكيك. كيكة مش محتاجين ان انتي تسقيها ولا تعملي لها اي حاجة، بالكريمة كده بتداري كل حاجة، بتبقى طعمها هش. لو جربتوها على طريقتي دي هتعجبكم، واكتبوا لي كده في الكومنت كده ان انا جربتها وطريقة حلوة. اي كلمة منكم بتفرحوني وتحفزوني ان انا انزل اي حاجة ليكم تاني، وانا عيوني ليكم، بس تشجيع كده منكم. حطيت لها الصينية التالتة اللي هي الطبقة التالتة، بتبقى رقيقة خالص، هما الصواني مش عاليين، بس انتي ايه بدل ما تعمليهم في صينية واحدة عالية اهو. سويتها بالكريمة خالص. بنمسك الكيس الشوكولاتة كده ونزود كده كشكل اهو، بس تخنت معايا شوية نزلت. فتحة الكيس كده مفتوحة جامد، ممكن تفتحي اقل من كده. في الاخر الشكل اللي انتوا شفتوه طبعا كله زي الفل وكله زي العسل. بس فرحي الاولاد وفرحي جوزك كده بتورتايه. اهو بنمشي خطوط كده اهو، بعد كده بنعملها بسن السكينة شكل. التزويق دي تبعك انت واختيارك انت وبراحتك، انا بوريك كده كشكل، وبعد كده انت براحتك تفنني من دماغك براحتك. ممكن تحطي فاكهة، ممكن تحطي اللي انت عايزاه، تحطي كريز، تحطي اي حاجة انت بتحبيها. ممكن تغطي بيها شوكولاتة خالص، دي براحتك برضو. اهو الشكل اهو، بسن السكينة كده بنعمل لها شكل. شوية وردات حوالين داير كده، تدار الشوكولاتة وتدار الاشكال برضو، تخلي الشكل المنظر حلو. وفي الاخر بتتاكل، كفاية طعمها، كفاية الطعم، بتبقى والله احلى من برا، هشة وحلوة خالص. جربوها على طريقتي دي مش هتندموا ابدا. حتى لو بنتي كده لسه برضو ما اتجوزتش ولا حاجة وعملتها على الطريقة دي وفرحت اخواتها، طريقة سهلة زي ما وريتكم كده، مشيت معاكم خطوة خطوة. ادي شكل التورتاية اهو في الاخر. اكتبوا لي كده في الكومنت وفرحوني.
قولي تسلم ايدك يا ام شهد. اهي، السلام عليكم.